تعرف ان اجدادك لو كانوا عايشين في مصر في الفترة دي فبنسبة كبيرة كانوا اكلي لحم بشر؟ وقبل ما يجي بدر الدين الجمالي اشترط على المستنصر ان هو يجي بالرجاله بتاعته وانه ياخد كل الصلاحيات في الدوله وان القرار الاول يكون قراره، ولكن ما كانش قدام المستنصر حاجه غير انه يوافق. واول حاجه عملها الجمالي ان جاب مجموعه من المجرمين اللي كان محكوم عليهم بالاعدام فعلا، لبسهم لبس تجار واعدم المجرمين الحقيقيين قدام التجار دول بتهمه تخزين المؤن والغلات والتسبب في الغلاء، اللي خلى التجار يترعبوا ويطلبوا منه ان هو يعفو عنه. وافق الجمال بس بشرط ان رطل القمح يكون بدينار واحد. وتاني يوم اتفاجئ الناس ان فعلا القمح وكل حاجه بقت متوفره والحياه بدات ترجع لطبيعتها، ولكن كان بقى مشكله واحده وهي اكلي لحم البشر اللي كانوا لسه موجودين بينهم، واللي خلى الجمال يجمعهم كلهم وعالج اللي يقدر عليه وعدم الباقي، علشان بكده تكون خلصت واحده من اصعب الفترات